كل سنة وانتوا طيبين. هنبدأ نعمل حلويات رمضان، وهعمل معاكم أول حاجة بسبوسة الأكياس الجاهزة، وهعملها كمان متكرملة. دايما ما بتنجحش مع ناس كتير أو بتطلع ناشفة. هعملها النهاردة بطريقة بسيطة جدا وشاربة الشربات بتاعها كمان زي بتاعة المحلات بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للآخر وهنعرف مع بعض كل التفاصيل اللي تخلي البسبوسة ناجحة دايما معانا. يلا مع بعض نشوف مقاديرنا ايه. معايا هنا كيسين من البسبوسة الجاهزة، وكوب حليب دافي، وكوب سمنة دافية. انا هنا بوضح لكم مكتوب على الكيس زبادي وسمنة. انا مش هعمل نفس الطريقة اللي مكتوبة على الكيس دي، هعملها بطريقة تانية. انا مستخدمة كيسين، لو هعمل كيس واحد هيبقى المقدار نص كوب حليب ونص كوب سمنة. مكونات البسبوسة هنا حليب وسمنة من غير اي اضافات تانية، لان في ناس كتير بتحط للبسبوسة بيكنج باودر، وده غلط، هيقلب البسبوسة الكيكة. في طرق تانية ان شاء الله هعملها معاكم، وهضيف ليها بيكنج باودر، بس مش هتبقى بسبوسة اصلية زي كده، لا هتبقى اللي هي زي البسبوسة الكيكة دي، اللي هي زي الرواني. ان شاء الله هعملها في الفيديوهات اللي جاية. لكن البسبوسة الاصلية ما بيتحطلهاش بيكنج باودر نهائي. هنا ضفت السمنة الدافية على البسبوسة، وهفضل ابس فيهم كويس براحتي قبل ما اضيف الحليب. ومجرد ما هضيف الحليب هقلبه تقليبة بسيطة كده مش كتير، عشان البسبوسة ما تنشفش معايا في الفرن. من ضمن أسباب فشل البسبوسة تقليب المواد السائلة كتير. أنا هنا هضيف الحليب وهقلبه زي ما انتوا شايفين كده تقليبة بسيطة جدا، وخلاص كده. قبل ما احضر البسبوسة طبعا بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. من ضمن أسباب نجاح البسبوسة طبعا الفرن لازم تكون وسط، وبتاخد معايا تقريبا نص ساعة بس. هنا جبت صينية مقاس 30 في 40 عشان انا عاملة كيسين بسبوسة. لو هتعملوا كيس واحد بس تستخدموا صينية مقاس 24 او 26. انا بحب البسبوسة يكون سمكها وسط، مش رفيعة برضو عشان ما تنشفش. هنا هحط البسبوسة في الصينية. ودلوقتي هحضر للشربات. انا هعمل الشربات متكرمل، هيخلي البسبوسة زي المتكرملة بالظبط. انا هنا مضاعفة المقدار، مخليها كوبين سكر عليهم 3 اكواب من المية ومعلقتين عسل جلوكوز. لو ما فيش عسل جلوكوز ممكن نستغنى عنه، ما فيش مشكلة. وعصرة ليمونة وفانيليا، وكمان معلقة سمنة بلدي كده في الاخر بضيفها بعد ما بطفي على الشربات. لو هنعمل كيس بسبوسة واحد يبقى هنا كوب من حطيت السكر السكر عليهم كوب وهسيبه ونص من يتكرمل. المية. اول ما يسيح من الجناب هقلبه، وبعدين هضيف المية وباقي المكونات واسيبهم يغلوا شوية على النار. طبعا لما بضيف الشربات على البسبوسة لازم يكون الاتنين سخنين. ده شكلها لما خرجت من الفرن. وهنا هضيف الشربات عليها. لو ملاحظين البسبوسة بتشرب الشربات على طول، وده من ضمن نجاحها.
بعد ما حطيت لها الشربات بغطيها واسيبها تبرد خالص وبعدين اقطعها. وانا بفضل البسبوسه كمان تتعمل قبلها بيوم، كل ما تبات بتبقى طعمها احلى، عكس الكنافه حلاوتها بتتاكل وهي سخنه. وده شكل البسبوسه. طعمها حلو جدا ومرمله. جربوا الوصفه وقولوا لي رايكم فيها ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا.